انتقال وليد شديرة إلى الدوري الإسباني. وليد شديرة ينتقل إلى إسبانيول على سبيل الإعارة. أعلن نادي إسبانيول لكرة القدم رسميا عن تعاقده مع الدولي المغربي وليد شديرة قادما من نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف النادي الإسباني عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع وليد شديرة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نابولي الإيطالي. ويعد المغربي شديرة سابع تعاقدات نادي إسبانيول في الميركاتو الصيفي، ولم يتم الكشف لحد الساعة عن قيمة الصفقة. ويأتي اختيار إسبانيول كوجهة جديدة لشديرة في إطار سعيه للعب في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى والمساهمة في تحقيق طموحات النادي الكتالوني. ويشار إلى أن هذه هي سادس إعارة للاعب وليد شديرة البالغ من العمر 26 سنة في مشواره الكروي، ضمنها 4 إعارات مع ناديه الإيطالي السابق بارما. ويذكر أن وليد شديرة انتقل إلى صفوف نادي نابولي في صيف 2023، لكنه لعب معارا لنادي فروزينون في الموسم الماضي وخاض معه 39 مباراة في الدوري الإيطالي والكأس، سجل خلالها 8 أهداف. ما مصير عز الدين أوناحي مع فريق مارسيليا؟ في آخر أيام الميركاتو، ما مصير أوناحي مع فريق مارسيليا؟ بات الدولي المغربي عز الدين أوناحي خارج مخططات نادي مارسيليا بعد غيابه عن أولى جولتين من منافسات الدوري الفرنسي، الأمر الذي طرح مجموعة من التساؤلات حول مستقبله مع الفريق ومدى إمكانية رحيله خلال آخر أيام الميركاتو الصيفي الحالي. وقد شارك متوسط الميدان المنتخب الوطني رفقة مارسيليا خلال المعسكر الصيفي الاستعدادي الذي قاده المدرب الجديد روبرتو ديزيربي، الذي لا يمانع من التخلي عن خدمات عز الدين أوناحي خلال الميركاتو الحالي، بالإضافة لمجموعة من اللاعبين أبرزهم جوردان فيريتو، تشانسيل مبيمبا وسامويل جيجيو، وذلك لتوفير سيولة مادية إضافية لإدارة النادي نظرا للرواتب التي تصرف بشكل أسبوعي على اللاعبين. تجدر الإشارة إلى أن عز الدين أوناحي توصل بعرضين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، الأول من قبل السد القطري والذي رفضه اللاعب، والثاني من لاس بالماس الإسباني بنظام الإعارة لموسم واحد، الأمر الذي تلقى رفضا من إدارة نادي جنوب الفرنسي التي ترغب في بيع عقد اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة. جدير بالذكر أن الدولي المغربي حمل قميص مارسيليا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2023 قادما من أنجي في صفقة بلغت 8 ملايين يورو لمدة 4 مواسم ونصف.